ولكن هناك انتفاع مادي آخر يغفل عنه أغلب الناس، وهو الانتفاع من المرأة الموظفة. ودعونا هنا نقارن بين الرجل والمرأة من حيث التعامل مع أصحاب الأعمال في الوظائف. فعلى سبيل المثال، الرجل صلب حاسم لا يقبل بالمرتبات غير المجزية، وكذلك لا يرضى بأي عمل إضافي يثقل ظهره بلا مقابل، وكذلك لديه مسؤوليات وأهل ينفق عليهم، فلن يقبل بأي راتب غير مجز، فلذلك فهو متعب في التعامل بالمقارنة مع المرأة. فلما إذن لا نلجأ إلى هذا الكائن اللطيف الذي يسمى المرأة، الذي لا يرهقنا في الرواتب، إذ لا مسؤوليات تقيده، وقد نكلفه أكثر من طاقته فيخجل أن يعترض، لأن طبيعته كائن خجول بسيط مسكين، وهو كذلك كائن ضعيف الحيلة أمامنا بفطرته. ورجال الأعمال أذكياء باستغلال هذه السلع بنظرهم. أرأيتم الخبث يا إخواني ويا إخوتي الأحباء؟ يا أختي العزيزة ويا ابنتي الحبيبة، لا تسمحي لهم أن يستغلوك لتحقيق مصالحهم. لا تنخدعي بالزينة التي يزينون بها المعصية ليوقعوك بها بدعوى تحريرك. الحجاب هو الحرية، الحجاب رمز الحرية، لأنك لست لأي أحد منا إلا لمن يأتي لمنزلك ويطرق بابك وترتضينه لك زوجا. أما ما يدعونك إليه من تبرج وتكشف فهو ليس تحريرا لك، بل على العكس تماما، هو تسليع لك وإهانة. فلا تسيري مع تيار الخبث، بل عارضيه يا أختي. أختي غير المحجبة، لا تنخدعي بدعاويهم الكاذبة كمن يقول الحجاب يذهب الجمال. لا والله، الحجاب يصون الجمال ويحميه، ويبرز جمال الخلق وجمال الأفق. فترك الحجاب يجعلك مجرد جسد يطمع به من في قلبه مرض، على عكس المحجبة التي من يطلبها لن يطلبها لجسدها، بل لما رآه من خلقها وفكرها وحيائها. فحجابك مصدر قيمتك وغلائك. يا أختي المحجبة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك في ظل هذه الموجات الهائجة والرياح العاصفة. لا تسيري على خطوات الشيطان. يا أختي ويا ابنتي، لا تتخلي ولو عن جزء من حجابك وسترك. اليوم تكشفين وجهك وجزءا من شعرك، غدا تضيقين ثوبك، ومن ثم يتحول الخمار الطويل الواسع إلى قماشة لا تكاد تسع الرأس وحده. لا، أنت أوعى وأذكى وأجمل وأطهر من ذلك، وأنت بإذن الله أشد يقظة من هذا. الشيطان ليس غبيا يا أختي، الشيطان يسحب بالوساوس خطوة بخطوة. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.